طبعا دي معلومات مستحيل تعرفها عند اي حد تاني. لسه بقى هنخش مع القفص وهنشوف ممكن نعمل ايه وازاي. بيدرب الاسود، هات الاسود دي كده، هات الاسود اللي موجوده دي، وهنشوفهم ازاي بيدربهم بقى جوه القفص. والاسود دي بتنط وبياكلها ببقه وينطوا من وسط النار وبيعملوا بص يعني حاجات عندنا بس بعد كده عندنا فرح، ودي اصغر انثى عندنا، دي عندها 3 سنين ونص. تمام. كنزي عندها 8 سنين. كنزي ما شاء الله ابوها اسد ابيض، فما شاء الله تلاقي حجمها اكبر من الاناث الموجوده التانية. دي خلفت عندنا مرتين. تمام كده. بشرى عندها برضو نفس الكلام 8 سنين، بس ديت اب وام افريقي بيور، فتلاقي جسمها رفيع غير الانثى الثانيه اللي هي جسمها عريض. دول الموجودين عندنا دلوقتي حاليا 4 اناث والذكر بتاعهم. هنسألك برضه يا كابتن، ازاي الاسود دي بتتجوز، او ايه فترة الجواز بتاعتها، او بتقعد قد ايه عشان تخلف، او الحاجات دي برضه ممكن تدينا معلومات عنها؟ اولا الذكر عندنا بيتجوز لحد 10 اناث، لكن الموجود عندنا دلوقتي 4. الانثى بتبقى حامل 3 شهور ونص. في عندنا انثى بتولد 5 اشبال، في عندنا انثى بتولد 4 اشبال، في عندنا انثى بتولد شبلين. مش زي بعض، كل انثى بتختلف من الثانيه للاخرى. بيقعد شهر ونص يرضع لحد شهرين.